شوفوا بقى الرز بلبن الجميل قوي قوي ده. شايفين؟ حلو قوي قوي قوي، ريحته تحفة. طعمه حلو قوي. حطش لايك، ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد. هعمل ان شاء الله النهاردة احلى واجمل رز بلبن كريمي بالقشطة، حاجة كده روعة، جميل جدا بجد. جربوه هيعجبكم قوي قوي قوي. يلا بينا نشوف هنعمل الوصفة الحلوة دي ازاي. يلا بسم الله نبدأ وصفتنا. على لتر الحليب هنحط كبشة حلوة كده من الرز، ماشي كده، ونحط عليهم شوية مية من الإزازة عادي جدا، ونسيبهم يتسلقوا على نار هادية مش عالية عشان الرز ما يتشربش بسرعة ويتحرق مننا. في ملحوظة نسيت اقولها، ان الرز ده مغسول بس مش منقوع، بس كده. بصوا بقى ده شكل الرز بعد ما اتسلق. هننزل باللبن او الحليب زي ما بيقولوا، ده لتر. ونقلب كده بشويش. هيطلع معاكي احلى رز بلبن. نحط عليهم كوباية من السكر او حسب الرغبة، يعني شوفوا انتوا بتحبوا ايه بقى، مسكر قوي مظبوط زي ما انتوا عايزين. ونقلب كويس قوي على نار هاديه عشان ما يتحرقش او يتلسع من تحت. ونحط عليهم فانيليا بودره بقى او سايله اللي انتوا عايزينه. بعد ما اندمجوا كويس قوي كده مع بعض، نحط عليهم معلقه كبيره كده من القشطه، اي نوع قشطه انت بتحبي تستخدميه. انا هضيف قشطه بوك. ولا حته كمان عشان الحبايب. نزل ونفضل نقلب كده لحد ما القشطه ما تسيح وتبقى تمام التمام. دلوقتي هنحط النشا 3 معالق كبار، هنضيف عليهم دلوقتي نص كوبايه من اللبن.
ونستمر في التقليب. هيطلع معاكي خطير. وبس كده، مش هنحط اي حاجة تاني. نستنى بقى لحد ما يربط. ماشي. بعد ما تضيف النشا لازم ايدك تكون فيه عشان ما يكلكعش. هو هيربط ويبقى زي الفل. بصوا بيربط ازاي، يبتدي يتقل. شوفوا بقى ربط اهو وبقى زي الفل. خلاص كده هنطفي على النار ونصبه ايه في اي اطباق عندنا. شايفين الجمال يا اخواتي؟ ونحط كمان في العلب الحلوة دي. تقدري تعملي مشروع حلو قوي من الرز بلبن الجميل ده. يلا اعملي ووزعي لحبايبك. شايفين؟ بصوا ولا في كلكعه ولا في اي حاجه، معمول مظبوط جدا جدا. وادي الرز بلبن يا حبايبي، وشايفين ما شاء الله كيلو لبن او لتر من اللبن. شوفوا عمل لي كام واحده، ما شاء الله زي الفل. هنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، وبعدين نحط عليه بقى شويه زبيب كده حلوين، ولو في بقى جوز هند، او لو عايزين تاكلوه كده زي الفل، او رشه قرفه. يا سلام، بالهنا والشفا. شوفوا بقى رز بلبن وجماله، احلى مشروع تعملوه. شوفوا ما شاء الله عليه حلو قوي. لو عندك بقى شويه جوز هند كده على الوش، طبعا لو هتعملي المشروع ده ما بنحطش فيه اي حاجة، لان مش كله بيحب المكسرات والحاجات دي. شوية زبيب كده حلوين. لو الدنيا حلوة معاكي كده شوية، حطي بقى ايه شوية فستق، شوية لوز، زي ما انت عايزة بقى.
شايفين حلو ازاي؟ احلى رز بلبن. وده الشكل النهائي للرز بلبن بتاعنا الخطير. اتمنى يا رب يعجبكم وتنفذوه. كانت معكم مطبخ آية عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.